السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقاتنا، وطبعا هنبدأ نتكلم عن مباراة مصر ونيجيريا وخسارة منتخب مصر والحصول على المركز الرابع في كأس الأمم الأفريقية. ولكن الصراحة أنا مش جاي أكلمك عن مركز ثالث ولا مركز رابع ولا اللي حصل في المباراة خالص، لأن والله العظيم أنا المباراة مش فارقة. يعني أنا بعد مباراة السنغال أنا اتخنقت. أنا بالنسبة لي البطولة خلاص خلصت بالنسبة لي أنا، وبرضو حضراتكم في التعليقات قولوا لي رأيكم. هل كنتوا متحمسين لمنتخب مصر انه يفوز بالمركز الثالث، ولا خلاص مش فارقه ثالث من رابع؟ ولكن الصراحه اللي حصل في المؤتمر الصحفي، تعالوا مع بعض نشوف اللي حصل ونرجع نتكلم مع بعض. علقت شماعة الفشل ديالكم على أشياء خارج منظومة كرة القدم، توجهتم إلى التنظيم، توجهتم إلى أشياء لا تمت لا بصلة إلى كرة القدم. أنتم استفدتم كذلك من الإقامة في أكادير، تحدثتم على الأوتيل في طنجة لم يكن في المستوى. أعتقد بأن يجب أن تقول الحقيقة للشعب المصري، وتقول أنك كنت ضعيفا فنيا، فشلت في أن تصل إلى النهائي. وملي كتكلم بالطريقه ديال انك حصلت على 7 الالقاب، فانت ربما تشكك حتى في القاب مصر اذا نظرنا الى نفس المنطق التي تتحدث فيه. وشكرا سيدي. انا مش هرد عليك عشان انت اسئلتك مش لبقه، ما فيهاش احترام، حتى السؤال اللي بتقوله مش محترم، فانا مش هرد عليك لان السؤال اللي بعد كده افضل ان عدم الرد عليك، لانك انت متهيألي ما عندكش لبقه الاعلام. تاخدوا بطولات، انتوا عندكم 50 سنه ما خدتوش بطوله. افضل عدم الرد 50 سنه مش انت. طبعا بعد اللي حضراتكم شفتوه ده، ففي ناس هتكون مع الكابتن حسام حسن وفي ناس ضد الكابتن حسام حسن. انا عايز اقول لك حاجه تانية خالص. انا كل اللي عايز اتكلم فيه الكابتن هاني ابو ريده او الاستاذ هاني ابو ريده ارسل خطاب شكر الى الاتحاد المغربي والجامعة المغربية لكرة القدم والأستاذ فوزي لقجع على حسن الضيافة وحسن الاستقبال. ولكن أنا عايز أبدأ كلامي وأقول إحنا منتخب مصر، فاللي بيحصل ده اوعى يهزك كمصري، اوعى يخليك تبقى متضايق. متضايق بس علشان تفوق وتعرف انك تشجع منتخب بلدك وبس، ما تشجعش منتخبات تانية. مالكش دعوة بأي منتخبات تانية. احنا عرب وأشقاء، طبعا عرب وأشقاء، ولكن ككورة أو كندية لا يا باشا. ما تقوليش بقى عرب وأشقاء بعد اللي احنا شفناه. ككورة شجع منتخب بلدك، شكرا. كأشقاء وكعلاقات طبعا يظل كلنا عرب، أنا معاك. ولكن ككورة وكمنتخبات وكأندية، كل واحد يا باشا يشجع منتخبه وكل واحد يشجع ناديه. شكرا. نقطة ومن أول السطر. اللي أنا كنت مستنيه من الأستاذ هاني أبو ريدة إن هو يدافع عن كرة القدم المصرية بقى، إن أنت تجيب حق الكابتن حسام حسن، إن أنت تطالب بيه. عيب اللي بيحصل، ما ينفعش اللي بيحصل. يبقى ليك صوت عالي، يبقى ليك موقف. خد موقف يا أستاذ هاني أبو ريدة، خد موقف من اللي حصل ده. عيب وما يصحش. منتخب مصر منتخب كبير، اسم مصر اسم كبير، واللي ما يحترمش مصر وما يحترمش مكانة مصر لازم حضرتك ترد عليه بكل أدب وتعرفه ان ده غلط. ده ما ينفعش. ما ينفعش الموضوع يتساب سوشيال ميديا والناس ترد على بعض، واللي احنا شفناه بقالنا كذا يوم، وده بيشتم ده وده بيرد على ده، والمغربي يرد على المصري والجزائري يخش في الموضوع والتونسي مش عارف ايه. انت حضرتك سبتها عايمة. مع احترامي للناس كلها، انا كنت منتظر رد سريع، بدل ما الكابتن حسام والكابتن ابراهيم يتطرقوا لامور خارج ارادتهم وهم اللي يردوا او هم اللي يطلعوا يتكلموا. لا، هم لو لقوا ان في ظهر وفي حد بيدافع عنهم وحد هيجيب لهم حقهم، هم هيركزوا في الكورة وهيركزوا في الملعب فقط لا غير. ده تعليقي عن الموضوع باختصار. طيب هنعمل ايه بقى في اللي جاي؟ وده بقى النقطة المهمة. انسى بقى اللي حصل، انسى النشيد بيتعزف وهم بيصفروا. عدي بس فوق واعرف ان منتخب مصر تقيل، وانك ما تشجعش غير منتخب بلدك، وانت حر، ليك كامل الحرية. قول لي في التعليقات هتشجع منتخب تاني ولا هتشجع منتخب مصر بس، ورأيك ايه في اللي حصل ده. بالنسبة للي حصل، وحضراتكم عرفتوا رأيي وشفتوا الفيديوهات
وكل واحد طبعا ليه رأيه وليه احترامه الكامل. طيب المفروض اللي جاي كاس عالم، كابتن حسام هيكون معانا ولا لا؟ السؤال ده مهم جدا. بنسبة كبيرة بعد الأحداث دي كلها أنا شايف إن كابتن حسام ممكن ما يكونش معانا في كاس عالم. برضو مستني أعرف رأيك، هل أنت مع أو ضد؟ هل أنت عايز كابتن حسام يبقى معانا في كاس عالم، ولا شايف إن نجيب مدير فني أجنبي؟ شوف وقول لي رأيك في الكومنتات، عايز أعرف رأيك، يهمني جدا جدا. هنشتغل إزاي بقى؟ يعني هنخطط إزاي لكاس العالم؟ هل عندنا أجندة مباريات قوية تحضيرا واستعدادا لمباريات كأس العالم؟ طيب هل فكرنا في كأس أفريقيا اللي جاي؟ طيب هل اشتغلنا إن احنا نكتشف مواهب ونعمل كذا منتخب ونبدأ من الناشئين ونبدأ نفرز مواهب ونبدأ نجيب مدير فني وطني يعمل اتصال مع المدير الفني الجديد اللي هتجيبه المنتخب مصر، ويبقوا الاتنين بيدربوا بنفس الفكر وبنفس التكتيك، علشان اما نوصل لكاس العالم اللي جاي وكاس افريقيا اللي جاي يبقى عندنا تنظيم؟ هل حضرتك او هل اتحاد الكرة المصري، سواء الناس الموجودة حاليا او اللي هيجوا بعد كده، طب وزير الشباب والرياضة مع احترامي الكامل لشخصه، هل في شغل على ده؟ هل في تخطيط؟ انا كمواطن مصري وكمشجع مصري انا عايز احس ان في شغل بيحصل، في تخطيط بيحصل، في ان اللي حصل ده يخلينا كلنا نعرف ان منتخب مصر اسم تقيل، وان الكل بيعمل لك 1000 حساب، وان الكل خايف منك. فانت العب على الشغل ده او العب على النقطة دي، وابدأ جهز منتخبك وجهز الناشئين وجهز الشباب وجهز الملاعب بتاعتك، وقدم على بطولات كبيرة، قدم على افريقيا، علشان نقدر تاني نرجع ونقدر تاني نثبت ان احنا منتخب مصر، لان احنا فعلا منتخب مصر واحنا منتخب تقيل. احنا 7 افريقيا يا باشا، احنا اعلى منتخب فوزا بكأس الافريقية. اتمنى ان ده يحصل، اتمنى ان احنا كلنا نشتغل ورا خدمة منتخب مصر والدفاع عن اسم مصر. ومش مصر بس، خلي بالك، مصر والأندية المصرية لازم يحصل ده حضرتك. لازم، انا هنا بخاطب بقى كل الناس، كل اللي يقدر يساعد، كل اللي عنده اقتراح يطلع يقوله في الاعلام، في الانترنت، في اي مكان. اطلع وقول اقتراحك، اطلع وقول وجهة نظرك. احنا هدفنا الكرة المصرية تبقى في مكانة احسن من كده، هدفنا الأندية المصرية يتفوقوا افريقيا وعالميا بإذن الله. اتمنى نشتغل على ده. هارد لك للمنتخب المصري حصوله على المركز الرابع، حصل خير الحمد لله. نبدأ نشتغل على اللي جاي ان شاء الله. انتظرونا فيديوهات قادمة، عندنا بقى اخبار النادي الاهلي، وعندنا دوري ابطال افريقيا والدوري المصري والصفقات. طبعا حضراتكم مستنيين الصفقات، وعندي لكم اخبار مهمة جدا ومفاجآت خاصة بالنادي الاهلي وبصفقة المهاجم، لان المهاجم اللي جاي ده مش مهاجم عادي. المهاجم ده برعاية الاستاذ ياسين منصور والكابتن سيد عبد الحفيظ بنفسه. هقول لكم مفاجآت، انتظرونا بإذن الله في الحلقات القادمة. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. أشوفكم دايما بأفضل صحة وأفضل حال. شكرا ليكم، سلام عليكم.